يقال أن مديرية المحفد تتواجد بها عناصر تنظيم القاعدة بشكل كبير، ما صحة ذلك؟ وكيف تعلقون على الضربات الجوية التي تحدث في المديرية يوما تلو الآخر؟ أولا بالنسبة لمديرية المحفد، هي مديرية تضاريس قبلية. فالقاعدة أولا الدولة هي كل يوم تضرب هذه المديرية بالضائرات، والتي المواطن عاش في أرهاب، والأرهاب من الدولة. فالقاعدة لا توجد قاعدة عندنا بمعسكراتها أو بقواتها أو بشيء. إذا هي جبال في قاعدة، فالقاعدة منتشرة لو في أمريكا، فنحن جزء من العالم. أما الدولة، هي الدولة كل يوم وهي ترمينا بالطائرات، ونحذر الدولة من مقبة الاستهتار بالمواطنين، مواطنيها في هذه المديرية، من الطائرات اللي تضربها يوم من بعد يوم. إننا سنبقى كلنا قاعدة إذا ضربتنا الدولة كل يوم بعد يوم، والقاعدة ليس عندنا قاعدة. لماذا القاعدة؟ هل القاعدة موجودة في المحفد؟ هل عندها معسكرات في المحفد؟ لا. إذا هي في الجبال ولا في شيء، أننا لا نشاهدها بأم عيننا. فهذا كلام افتراء ولا له أساس من الصحة. والقاعدة يضربون جبال ولا ندري إيش عندهم، وهربوا المواطنين البدو الرحل بأغنامهم وبلهم إلى مناطق أخرى، وأصبحت المنطقة في رعب شديد. ونحمل الدولة هذا الكلام، إن منطقتنا حال ضربات قوية أنها تشكل رعب في المديرية، وتشكل كل المواطنين سيظلون ينتقمون من هذه الحكومة التي ترمي بدون هدف. فالهدف عندما تقوم ضائعة محملة بصواريخها ترمي وين؟ ترمي ترعب مواطنين عز البدو. هذا كلام غير منطقي وكلام مرفوض من أمن مديرية المحفد جملة وتفصيل. ماذا تطالب؟ لطالب الدولة أن ترفع ضرباتها القوية من مديريتنا فورا بدون استثناء. فإذا كان في قاعدة النبأ كاظم على الرحب والسعادة، بقبول أي قوة كانت تفتش على القاعدة إذا كانت موجودة عندنا قاعدة. وهل هناك ضحايا من المدنيين؟ ضحايا من المدنيين، ضحايا أنت تعرف المعجلة كم سقطوا فيها. وبالأمس القريب ضربت في منطقة وصاب 2 من البدو الرحل، لا لهم ناقة ولا جمل يمشون في غنمهم. وأمس برضه أمس القريب ضربت في المحفد فيه، ونزعت الناس من مكانها ومن مراعيها إلى مناطق قاحلة لا توجد فيها مراعي نتيجة هذا القصف. وندعو الدولة والحكومة والرئيس عبد الرب منصور هادي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية، أننا ليس إلا جزء من هذا الشعب، وأننا مع الشعب، ونعتبر جنود مجندين مع الدولة، وأن لا توجد عندنا قاعدة حتى يضربنا بهذه الضربات كل يوم بعد يوم.